ما حاجة هكا قلقتني. Mais nos cœurs étaient avec nos proches en Tunisie. On était tout le temps au téléphone, et scotchés devant la télé, sur Facebook. حقني خرجت نهار 14 جانفي، حقني خرجت من ديسمبر وقت اللي تونس كلها شاعلة، حقني تكلمت وقلت لا من قبل. هذاك علاش ما يلزمش يجي نهار نقول فيه حقني انتخبت. J'avoue que je pourrais pas dire à mes enfants que j'étais là le 14 janvier. Mais je leur dirai avec fierté que j'ai voté. أنا قيدت وأنت وقيد باش تقيد. Moi je me suis inscrite. وانت قيد باش تقيد. كانك مواطن تونسي عمرك فوق 18 سنة وتحب تمارس حقك في الانتخاب نهار 23 أكتوبر الجاي، لازمك تقيد روحك من توا في أقرب بلدية معتمدية في مكاتب الهيئات الفرعية ولا السفارات والقنصليات. ما تنساوش اللي بطاقة التعريف الوطنية لازمة، واللي آخر أجل للتسجيل هو 2 أوت. لأكثر معلومات زوروا موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات easy.tn. 2011 الانتخابات علاش وكيفاش؟ الدستور. الدستور هو عبارة على مجموعة من القواعد اللي تنظم السلطة السياسية وتضبط بالأخص الطرق والشروط اللي تعمل بها. مش خاطر الحاكم عنده السلطة ينجم يستعملها كما يحب. سلطة الدولة هي اللي تقوم على برلمان يعمل القوانين ونسميوها السلطة التشريعية، وحكومة تختار سياسة البلاد وتضمن تنفيذ القوانين ونسميوها السلطة التنفيذية، وقضاة ينظروا في النوازل والخصومات بين الناس وإلا بين الناس والسلطة ونسميوهم السلطة القضائية. الدستور هو اللي يبين إذا كان السلطات هذه الكل يقع انتخابها وإلا تعيينها ومن طرف شكون. السلطة التشريعية والتنفيذية يقع انتخابهم من طرف الشعب، والسلطة القضائية يقع تعيينها لكن تبقى مستقلة على السلطات الأخرى. ويقول الدستور بالنسبة لكل واحدة منهم شنو تنجم تعمل وشنو اللي ما عندهاش الحق باش تعمل، باش تكون الأمور واضحة ومنظمة، وباش حتى واحدة من هالسلطات هذه ما تعدي حدودها وتتعدى على السلطة الأخرى ولا على الناس. الدستور يسمح لها باش تراقب بعضها وتوقف اللي يحب يتعسف عند حده. لكن هذا ما يكفيش، الدستور يخلق كذلك محكمة دستورية عليا اللي تراقب السلطات الكل. لكن الدستور ما يهتمش بالسلطة أكهو، نلقاو فيه زادة القائمة متاع الحقوق والحريات الأساسية متاعنا اللي يلزم السلطة السياسية على احترامها وضمانها. بالفعل الدستور يحدد العلاقة بين الحاكم والناس، يعني يضبط لكل سلطة حدودها، وهكا ما تتعداش على حقوقنا وحرياتنا كما حرية الفكر، حرية التعبير، حرية النشر، الحرية الدينية وغيره. وهكا يولي الدستور ما عادش نص يضم السلطة السياسية متاع الدولة كهو، لكن كذلك وبالأخص نص فيه نموذج المجتمع اللي نحب نعيش فيه، يلندرا قايم على الديمقراطية والحرية والكرامة وإلا قايم على الجبروت والقهر. والدستور يحدد زادة طبيعة العلاقة بين أفراد المجتمع واللي توانسة الكل بعد الثورة يحبوها تقوم على المساواة والتسامح واحترام بعضنا البعض مهما كان الجنس وإلا الأصل وإلا الدين. وفي النهاية الدستور هو أساس السلطة اللي تحكمنا وأساس المجتمع.